عزيزي الزملكاوي، عايزك تبص حواليك قبل ما حد يقول لك الاهلي بيفضي ناديك. اسمع مني الكلمتين دول، ربنا يهديك. دلوقتي الاهلي ما بيفضيش ناديك، الاهلي بيشوف مصلحته فين، وبيشوف اللعيب اللي يناسب قدراته وامكانياته، تناسب الفريق، وبيجيبه وبيدور عليه. في لعيبه كتير انضمت من الزمالك ولكن ما كانتش في الزمالك، محسوبه بس عليك. يعني لو قلت كهربا كان في افيش البرتغالي، ولو قلت إمام كان في ميتلاند الدنماركي، ولو قلت بن شرقي كان في قطر. طب ولو أنت قلت دلوقتي إن مصطفى محمد في كلام عليه، هقول لك إنه في نانت الفرنسي يا بيه. ومين تاني؟ كل دي لعيبة كانت بره ناديك ومحسوبة عليك. لكن لو قلت اللعيب الوحيد اللي كان جاي من الزمالك للأهلي هو زيزو. وزيزو حصلت مشكلة باعترافات لاعبين سابقين وناس إداريين عندكم إن هو مش مشكلته مشكلة فلوس، هي مشكلته مع الإدارة إن هم غلطوا في والده، وما نجحوش إن هم يتفاوضوا معاه بشكل يليق بيه وبتاريخه مع نادي الزمالك.